السلام عليكم ورحمة الله متابعيني على قناتي صيانة معدات المخابز. اليوم حبيت أشارككم. عندنا عطل خفيف كده في بيرنر اللي هو حراق غاز. أنا عامل تجربة دحين عن طريق الاسطوانة، وهذا منظم وهذا حراق. طيب الحراق ده يشتغل 3 4 5 ثواني ويفصل، 3 4 5 ثواني، ثاني مرة يشتغل 3 4 5 ثواني. خلينا نشوف المشكلة مباشرة ونرجع نتكلم كيف نحاول نحلها. خليكم معنا. الآن نشغل الكهرباء. هذه اللمبة الصفراء لازم تكون مولعة، اللمبة الصفراء هذه لما نوصل الغاز نوصل الهواء لازم تكون اللمبة شغالة. زي ما شايفين اشتغل مع الغاز واصل مظبوط، شوف ضغط الغاز مظبوط، وهنا كمان بالملي بار، هذا بالملي بار، الخروج بالملي بار مظبوط برضو. عندنا هنا كمان الحساس حق الغاز، شوف مظبوط على ال5. ان شاء الله يكون الصورة واضحة، التصوير يكون واضح. عايز اخلي التصوير يكون واضح. طيب ان شاء الله يكون واضح معاكم، ان شاء الله يكون واضح معاكم. ما عارف. ايوه شوف هنا على ال5 اللي بقى، شوف السهم على ال5 عندك من 5 و10 و20 30 و40 تطلع. دائما يكون على ال5. هذا حق السيستم، حق الحساس حق الغاز. لما ما في غاز ما بيفتح معك السنسر ده عشان يشتغل معك الحراق. عندنا كمان برضو من الاسباب نشيك اول شيء على شوف هذا الجهاز الحساس هنا برضو، هذا برضو بالملي بار، شوف هذه الصورة واضحة معاكم. لازم برضو يكون على ال5، على ال1 هنا يكون هذا يكون هنا على ال1 ملي بار. شوف موجود معك السهم هنا موجود، شوف على ال1 ملي بار. عندك هنا كمان اللي حق الهواء، هذا خروج، هذا بيسحب الهواء، هذا بيسحب وهذا بيسحب. هذا بياخد هواء من المروحة. لما تشتغل المروحة بيطلع الهواء من هنا، بيقوم بيضغط على الجهاز هذا، هو اللي بيفتح لي الدائرة الكهربائية. بالتالي بيقوم يشغل لي الترانس عشان يديني شرارة. هذا الترانس موجود هنا، فهمت علي؟ هذا خروج زي الخروج صامت، يعني عشان يكمل الدورة بتاعت الهواء، يسحب اكسجين من برا، بيساعد في فتح السنسر هنا. طيب هذه الاعطال بتحصل. اول شيء نشيك على هذا. في بعض الاوقات بيكون هذا اللي موجود برا ما بيشتغل معاه نفس الشيء، لازم يكون موجود داخل، نشيك عليه مظبوط. الشيء الثاني ان هذا الكيبل شوف ماشي وين، هذا الترموستات، هذا حق الترموستات، هذا حق يعني نظام الحراق في الغاز، العين السحرية، هذا هو اللي بيثبت النار. هذا الترموستات، هذا الحساس، وهذا الكيبل الثاني حق الشرارة. احنا نأكد من الكيبل هذا في قطع ولا ما في قطع. تعال نشوف من قدام. هذا الشكل من قدام، هذه الشرارة طبعا شغال عندنا، النار تشتغل توقف. هذا الأساسي. دائما العطل بيكون في شنو؟ في الحساس حق النار. بنفك الحراق، بنفك الرقة من هنا، بنفك الرقة من هنا مسامين نطلعها برا، ونتأكد من الكيبل. دائما الكيبل بيكون فيه مشكلة، هذا كان درس بسيط وسريع عن حراق الغاز وهذا العطل اللي بيحصل.